السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الآية كروشيه. معاكم آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض بلوفر للأطفال بطريقة سهلة وبسيطة بغرزة جميلة جدا، وهي غرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي أو البريد الأمامي والبريد الخلفي. هنعرف إزاي نكبر المقاس لو إحنا عاوزين أو نصغره. هنعمل كل ده مع بعض إن شاء الله، وهقول لكم دلوقتي ايه الحاجات اللي احنا استخدمناها في الفيديو ده. انا استخدمت خيوط من هيمالايا افريداي، وهي خيوط متوسطة السمك. استخدمت الثلاث الوان دول. البكرة دي عاملة معايا 100 جرام وهي 250 متر زي ما انتم شايفين كده. واستخدمت معاها كمان ابرة مقاس 4.5 مليمتر، واستخدمت كمان زراير وماركرز عشان هعلم الادوار، واستخدمت ابرة تنظيف ومتر عشان اعلم بيه الادوار عندي واعرف ياخد المقاس ازاي، وكمان مقص. جهزوا ادواتكم وتابعوني ويلا نبدأ. ودلوقتي هنبدأ مع بعض نقسم تقسيمة الصدر. اول حاجة انا عملتها، انا طبعا خدت محيط الرأس بتاع الطفل اللي انا هعمل له البلوفر، بس انا مش هعتمد على محيط الرأس ده بس، لان انا هشتغل البلوفر مفتوح بزراير، فبالتالي محيط الرأس عندي مش مشكلة، لاني هيدخل في دماغ الطفل اللي انا بعمله له عادي، لان انا هعمل فتحة زراير. فاخدت محيط الرأس بتاعه وطلع 50 سنتي. هو طفل عنده حوالي 5 سنين او 5 سنين ونص. نقصت منهم 10 سنتي عشان خاطر هعمل اعتبار او هعمل اعتبار لفتحة الزرار اللي انا هعملها، فطلع عندي 40 سنتي. عملت مضاعفات الرقم 4 لل40 سنتي دول، يعني طول ال40 سنتي وانا بشتغل مضاعفات الرقم 4. تمام. بعديها طلع معايا 76 سلسلة. 76 سلسلة دول هم طلعوا معايا 40 سنتي. انا قسمتهم كالاتي. اول حاجة انا هخلي طبعا لو انتي حابة ان انتي تخليهم كل جنب 18 سلسلة مفيش مشكلة، بس احنا عاوزين الصدر يكون ازيد من الظهر ب4 سلاسل، لان هو هنا الجزء ده اللي انا هعمل فيه المرد بتاع الزرار او المكان اللي انا هعمل فيه الزراير. تمام. فلو انتي حابة تعملي هنا 18 وهنا 18 وهنا 18 وهنا 18 مفيش مشكلة، بس انا حبيت ان انا اقسمها كده 18 22 16 16، وما ننساش الاربع سلاسل بتوع الجوانب. طبعا 18 و16 و22 و16 طلع عندي 72 سلسلة، زائد الاربع سلاسل اللي انا عملتهم طلع عندي التوتال 76 سلسلة، وهو ده العدد اللي احنا هنبدأ بيه. العدد ده ينفع ان انت لو انت تستخدمي نفس الابرة ونفس الخيط هيطلع معاكي نفس المقاس بالظبط اللي هو 40 سنتي. لو انت حابة تشتغلي نفس المقاس بس بخيوط تاني مختلفة، هتقدري انت تشتغلي عدد السلاسل ويكون مضاعفات الرقم 4 لحد ما توصلي ل 40 سنتي. المقاس ده يلبس كمان حد 4 سنين 3 سنين مفيش اي مشكلة، من سنتين كمان يقدر يلبس. لو انت حابة الرقبة تكون اصغر شوية ممكن تقلي 2 سنتي مثلا يبقى 38 او 36، لو حابة ان المقاس يكون بتاع الرقبة يكون اصغر شوية. طبعا لو عملتيه المقاس بنفس العدد السلاسل لمقاس 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين حتى، تمام، او 7 سنين، المقاس ده مفيش مشكلة خالص من ناحية المحيط الرأس او من ناحية يعني انت هتدخليه في دماغ البيبي. الفكرة بس لما هنيجي ناخد مقاس محيط حدة الإبط او المكان اللي بيخرج منه الدراع بتاع الطفل، هي دي في الحتة دي بيختلف فيها السنين، من سن طبعا 3 سنين ل6 سنين. كل اما بنكبر بالسنين بيزيد مقاس حدة الإبط بتاعنا، وهنعرف ده ازاي لما نبدأ في البلوفر. طيب انا هعمل 76 سلسلة وهرجع لكم. عملت 76 غرزة سلسلة. هبدأ ان انا ارتفع بسلسلة، وهعمل في كل الغرز عندي، هسيب غرزة الارتفاع اللي انا عملتها وهدخل في كل الغرز اللي عندي وهعمل حشو. تمام. يعني غرزة السلسلة اللي انا ارتفعتها دي ارتفاع غرزة الحشو اللي انا هشتغلها في بقية الدور ده. كده انا ببني دور عشان ابدأ ان انا اشتغل عليه تقسيمة الصدر. تمام. في كل الغرز عندي، ونتأكد ان هما 76 غرزة، في كل الغرز عندي هنعمل حشو بالشكل ده كده. ورجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي وهي الغرزة ال76 هعمل فيها حشو بالشكل ده كده، وبقى معايا 76 غرزة من الحشو. تمام. هبدأ ان انا اطلع سلسلة
وهنبدأ في اول دور عندنا في الشغل بتاعنا. اول دور في تقسيمة الصدر بتاعنا هنبدأ بيه 11 سلسلة، بس انا مش هشتغل ال 11 سلسلة كلهم عمود بلفة، انا هشتغل 5 منهم بس نص عمود عشان خاطر المكان ده اللي انا هعمل فيه الزراير. تمام، يبقى اشتغل 5 منهم، اول 5 هشتغلهم نص عمود. ادي 1، ادي 2، ادي 3. ال5 بس الاولانيين هيبقوا نص عمود بالشكل ده كده. 3 وادي 4 وادي 5. بعد كده من ال11 سلسلة عندي الاولانيين هيتبقى عندي 6 هعملهم عمود بلفة. بعد ال5 هعمل 1 عمود بلفة، 2، 3، 4، 5، 6 بالشكل ده كده. دلوقتي عندي اللي انا هعمل فيه التزايد اللي هي الغرزة ال7 بعد ال11 غرزة. عندي الغرزة ال12 هتبقى هي دي اللي فيها التزايد. اعمل 2 عمود بلفة، 1، 2، وبعدين سلسلة، وبعدين 1، 2 بالشكل ده كده. وهعلم بماركر، هعلم الغرزة دي لان دول هتبقى غرز التزايد. وبعد ما خلصت بعد ال11 غرزة عملت الغرزة اللي فيها التزايد، هبدأ ان انا اعمل ال16 غرزة دول عمود بلفة عادي خالص. ادي اول عمود، تاني عمود بالشكل ده كده، ادي تالت عمود، وهكذا لحد 16 غرزة. هبدأ ان انا اشتغلهم فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. ورجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي في الغرز اللي هي 16 اللي هي رقم 16 هعملها بالشكل ده كده. بعد كده عندي الغرزة اللي بعديها على طول هعمل فيها تزايد. 1 تزايد بيبقى 2 عمود وسلسلة، وبعدين 2 عمود، 1، 2 بالشكل ده كده. وبرده هنعلمها بماركر. بعد التزايد اللي انا عملته هيبقى عندي 18 سلسلة اللي هما بتوع الظهر هعملهم لحد غرزة التزايد بتاعتي. يعني انا هعمل 18 غرزة عمود فوق كل غرزة حشو غرزة عمود بدون اي تزايد وبدون اي تناقص، هعملهم لحد الماركر اللي انا هعمله او لحد الغرزة اللي انا هعمل فيها التزايد. ورجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي اللي هي رقم 18 اللي هي اخر غرزة عندي في الظهر هبدأ ان انا اعملها بالشكل ده كده. وبعد كده هعمل في الغرزة اللي بعديها التزايد، هعمل في الغرزة 2 عمود بلفة، 1، 2 وسلسلة، وبعدين 2 عمود بلفة بالشكل ده كده، 1، 2. وهبدأ ان انا اعلم الغرزة بتاعتي وهكمل. انا خلاص خلصت ال 18 سلسلة وعملت التزايد، هيبقى عندي 16 سلسلة لحد التزايد اللي بعده. برضو هعمل فوق كل غرزة هعمل غرزة عمود بلفة، 1، 2 بالشكل ده كده. ورجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي وهي الغرزة رقم 16 هبدأ ان انا اعملها بالشكل ده كده. تمام، دي خلاص اخر غرزة عندي وهي رقم 16. هبدأ ان انا في الغرزة اللي بعديها على طول هعمل تزايد، 1، 2 وبعدين سلسلة، وبعدين هعمل 2 عمود بلفة بالشكل ده كده.
وهبدأ ان انا اعلم الغرزة عندي برضو بماركر بالشكل ده كده. بعد كده اتبقى عندي ال11 سلسلة، هعمل فيهم زي ما بدأت بالظبط بال11 سلسلة الاولين، هشتغل في 6 بس منهم عمود بلفة، واخر 5 هشتغل فيهم نص عمود. ادي اول واحد، اول عمود عندي 1 2 3 4 5 ادي 6، وهيبقى عندي اخر 5 غرز عندي هبدأ ان انا اعمل فيهم نص عمود. دي 1 2 3 4، واخر غرزة عندي في الدور رقم 5 هعملها نص عمود بالشكل ده كده. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهداير الشغل بتاعي. خلاص احنا مش محتاجين دي معانا في حاجة. هنبدأ ان احنا نشتغل فوق الغرز اللي احنا عملناها نص عمود، هنبدأ نشتغل نص عمود برضو، بس انا هبدأ ان انا اعمل اول زرار او اول فتحة للزرار بتاعي. فهعمل في اول غرزة نص عمود، تاني غرزة نص عمود، تالت غرزة مش هعمل فيها حاجة وهعوض مكانها فوق بسلسلة، وهعمل في الغرزة اللي بعديها على طول نص عمود بالشكل ده كده عشان دي فتحة الزرار بتاعي. ابدأ ان انا اكمل عادي خالص في اللي بعدها نص عمود كده. ال5 غرز عندي عملت اول 2 نص عمود وعملت سلسله وسبت مكانها سلسله تحت تعويض عنها و2 نص عمود. هنبدا بقى دلوقتي نأسس الادوار بتاعتنا في العمود الامامي والعمود الخلفي. هنبدا نعمل اول عمود هيجي عندي هعمله عمود امامي بالشكل ده كده. تاني عمود هنشتغل عمودين امامي وعمودين خلفي في كل الادوار اللي احنا نشتغل فيها، 2 امامي و2 خلفي. ادي اول عمود عملته امامي، تاني عمود هعمله امامي. بدخل منين؟ هدخل بالابره بتاعتي من المكان ده كده، هدفع العمود بتاعي للامام. العمود خلاص اهو قدامي بالشكل ده كده. هسحب خيط وهطلع بيه، هطلع من حلقتين وبعدين هطلع من حلقتين بالشكل ده كده. طيب العمود الخلفي هبدا ان انا الف لفه على الابره وهدخل من ورا. احنا مش هندخل من قدام، لا احنا ندخل من ورا بالشكل ده كده. تمام. هدفع العمود اللي ورا ده، هخليه ورا، هخليه على الابره، هو مش قدامي، هو ورا الابره. هسحب خيط برضو وهطلع من سلسلتين من حلقتين وبعدين حلقتين. هكرر، هدخل من المكان ده وبعدين هدفع العمود هخليه لورا بالشكل ده. اسحب خيط وهطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. تمام. ادي عملنا الاتنين عمود خلفي، هنعمل الاتنين عمود امامي. تمام. هدخل الابره بتاعتي بالشكل ده كده من الفراغ ده للفراغ التاني. العمود بقى قصادي كده على الابره. هبدا ان انا اسحب خيط واطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. تمام. هدخل مره كمان بالشكل ده كده، هسحب خيط وهعمل عمود امامي. تمام. هنيجي للصدفه بتاعتنا او التزايد اللي احنا عملناه. هبدا ان انا ده طبعا الدور جاي عليها عمود خلفي، هبدا ان انا اعمل عمود خلفي بالشكل ده كده، والعمود التاني برضو عمود خلفي، وبعدين هعمل سلسله. انا مش هشتغل في الفراغ لاني ده الدور ده مش هعمل فيه تزايد. تمام. وبعدين العمودين اللي برضو في نفس الصدفه بتاعتي هعملهم خلفي. يعني الصدفه الواحده انا هتعامل معاها على انها غرزه واحده، فهعمل فيها 2 عمود خلفي وسلسله وبعدين 2 عمود خلفي، وبعدين هعلم الغرزه بتاعتي بالشكل ده كده. تمام. هو بس الجزء الاولاني اللي هو لحد حدة الابط هو اللي محتاج تركيز شوية، فركزوا معايا وان شاء الله الفكرة تبقى واضحة. تمام. انا الصدفة كانت عندي كان فيها 4 عواميد بينهم سلسلة. عملت في اول عمودين عمود خلفي وخدت سلسلة، وبعدين عملت في تاني عمودين عملتهم برضو عمود خلفي عشان لازم يبقوا الاتنين عندي بنفس الطريقة. ما ينفعش اعمل 2 امامي و2 خلفي، هيبقى منظرها مش مظبوط. يعني عملت في الصدفة 2 خلفي وسلسلة و2 خلفي. هنكمل بعد ال2 خلفي هعمل 2 امامي بالشكل ده كده. هدخل بالابرة بتاعتي بالشكل ده كده، ادخل بيها
من هنا واخرجها من الناحية التانية. انا العمود قدامي على الابرة، هسحب خيط وهطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. ده كده العمود الامامي. طب الخلفي لازم ادخل من ظهر الشغل بتاعي واخرج من بعد العمود هيبقى ورا على الابرة بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه. هسحب خيط وهطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. هكمل برضو، هدخل من ظهر الشغل بتاعي، هسحب خيط واطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. بعدين هدخل بعديها هعمل امامي بالشكل ده كده، وبعديها الدور هعمل الاتنين دول خلفي. 1 2 ادخل من الخلف بالشكل ده كده، وبعدين الاتنين اللي جايين دول امامي. 1 2 تمام. الاتنين اللي جايين دول هعملهم خلفي، هدخل بالابرة بتاعتي، هدفع الخيط بتاعي للخلف وهخرج من حلقتين وبعدين حلقتين بالشكل ده كده. هنكرر بالشكل ده كده. تمام. 2 خلفي، 1 2. وهنا عندي في الغرزة بتاعتي اللي هي بتاعت الصدفة، انا كده عملت 2 خلفي، فهعمل دول 2 امامي بالشكل ده كده. وبعدين هعمل سلسلة، وبعدين هعمل 2 امامي عادي خالص، لان دي احنا قلنا الصدفة بنشتغل فيها بنعتبرها كأنها كأنها غرزة واحدة. تمام. ان انا هعلمها بماركر، وهبدأ ان انا اشتغل في الغرزة اللي بعديها على طول، هعمل فيها 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. 1 2 تمام. وبعديها 2. ده كده عملنا 2 امامي، هعمل 2 خلفي. سوري، عملنا 2 خلفي، هعمل 2 امامي. هبدأ اعمل فوق كل عمود عندي عمود خلفي بالشكل ده كده، لاني اخر حاجة عندي كانت امامي، دي اخر حاجة عندي خلفي. هعمل 2 امامي، 1 2 بالشكل ده كده، وبعدين بعديهم على طول 2 خلفي، 1 2 و2 امامي، 1 2 وبعدين 2 خلفي بالشكل ده كده. 1 2 و2 امامي. اتمنى الفيديو يكون واضح. 1 2 و2 خلفي، 1 2. والدور جاي دلوقتي عندي على 2 امامي، هبدأ ان انا اعملهم. هشيل الغرزة بتاعت الماركر بتاعي وهعمل سلسلة، وهعمل 2 امامي برضو بالشكل ده كده. 1 2 بالشكل ده كده. واللي بعديهم خلفي. اتمنى الفيديو يكون واضح. واللي بعديهم امامي بالشكل ده كده. تمام. هعمل العمودين اللي بعديهم خلفي بالشكل ده كده، والعمودين اللي بعديهم امامي.
1 2 والعمودين اللي بعديهم خلفي بالشكل ده كده، 1 2 والعمودين دول هنعملهم امامي، ودول هنعملهم خلفي بالشكل ده كده، 1 2 دول طبعا اول عمودين عندي في الصدفة عملتهم 2 خلفي. طبعا اول عمودين عندي في الصدفة لازم يبقوا زي تاني عمودين عندي في الصدفة. هبدأ ان انا اخد سلسلة، هشيل الماركر بتاعي وهبدأ ان انا اشتغل برضو 2 عمود خلفي. لازم الصدفة بتاعتي تبقى مكونة من 2 عمود، يعني يا اما امامي يا اما خلفي، بس الاربع عواميد في الصدفة بتاعتي او في الغرز اللي انا بعمل فيها التزايد يبقوا زي بعض بالشكل ده كده. هبدأ ان انا اخر حاجة عملتها خلفي هعمل اخر حاجة امامي، 1 2 وبعدين لسه عندي عمودين هعمل فيهم خلفي، 1 2 وعندي عمودين دول هعملهم امامي، ودول اخر عمودين عندي قبل الغرز النص عمود، 1 2 تمام. ابدأ ان انا اعمل نص عمود، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. خمسة اخر غرزة عندي بالشكل ده كده. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهندير الشغل بتاعنا، وفي الدور ده هنعمل تزايد. احنا هنبدأ نعمل التزايد بتاعنا في الادوار الفردية. عملنا تزايد لما جينا نقسم تقسيمة الصدر في الدور الاول، وهنعمل تزايد الدور التاني ما عملناش فيه اي تزايد، الدور التالت هنعمل فيه تزايد، الدور الرابع مش هنعمل فيه تزايد، الدور الخامس هنعمل كل الادوار الفردية هنعمل فيها تزايد. تمام. انا ارتفعت سلسلة، هبدأ ان انا اعمل الغرز النص عمود بتاعتي، 1 2 3 4 ادي 5 بالشكل ده كده. بعد كده عندي 2 عمود خلفي اهم، دول من الخلف حتى هتلاقيهم ظاهرين كده في ظهر الشغل. انا هسحب خيط وهخليهم امامي بالشكل ده كده. دي اول عمود، وادي تاني عمود دخلت اخدته من ورا وعملته امامي. تمام. طب انا عندي العمودين اللي بعدهم امامي، يبقى انا هعملهم خلفي بالشكل ده كده. ادي 1 ادي 2. طيب عندي 2 عمود خلفي هخليهم امامي بالشكل ده كده. ادي 1 ادي 2. دلوقتي عندي الصدفة اللي انا هبدأ اشتغل فيها، عندي فيها 4 عواميد امامية، 2 عمود امامي وبعدين سلسلة وبعدين 2 عمود امامي. هبدأ ان انا اخلي العمود ده هخليه خلفي، اول عمود في الصدفة خلفي، 1 2 بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا افك الماركر بتاعي وهشتغل جوه الفراغ بتاعي، هشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 وبعدين سلسلة وبعدين 2 عمود بلفة، 1 2 وهعلم مرة كمان. ده كده انا عملت في الدور ده تزايد. طبعا السلسلتين العمودين اللي جايين سوري دول امامي، هاخد خيط وهخليهم خلفي بالشكل ده كده، 1 2 تمام. شايفين بقت ظاهرة معايا ازاي؟ هكمل العمودين اللي جايين بعد كده دول خلفي هخليهم امامي، 1 2 دول امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده، 1 2 بالشكل ده كده.
بالشكل ده كده. واتنين خلفي هخليهم امامي، دول امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده. ودلوقتي عندي امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده. ودلوقتي هروح على الصدفة بتاعتي، عندي فيها 4 عواميد خلفية هخليهم امامية. اول عمودين 1 2، وهشيل الماركر بتاعي عشان هعمل جوه الفراغ تزايد لان احنا في الدور الثالث. 1 2، وبعدين هعمل 2 عمود بلفة برضو جوه الفراغ. وهكمل طبعا اول السلسلة بتاعتي كان فيها 2 عمود خلفي عملتهم امامي، هكمل برضو بنفس الطريقة هخليهم امامي عشان هما كانوا في الخلف. جاي بعديهم على طول 2 عمود امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده. ورجعت لكم تاني، واخر 2 عمود عندي قبل الصدفة اللي انا هعمل فيها التزايد هعملهم خلفي لان هم امامي، هعمل فيهم 2 عمود خلفي 1 2. الصدفة بتاعتي دي فيها 4 عمود خلفي، هبدأ باول 2 واخليهم امامي 1 2، وبعدين هشيل الماركر بتاعي وهعمل تزايد 1 2، وبعدين سلسلة، وبعدين 1 2، وهحط الماركر بتاعي جوه الفراغ عشان اعلم. تمام، بقيت الصدفة بتاعتي كانت عواميد خلفية هخليهم امامية، الاتنين عمود، اخر 2 عمود في الصدفة هخليهم 2 عمود امامي. جي بعدهم 2 عمود امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده. جي بعديهم 2 عمود خلفي، اسحب خيط وادخل اخليهم امامي. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي في الدور قبل الصدفة تمام اللي انا هعمل فيها التزايد هبدأ ان انا اعملهم امامي لان هم خلفي بالشكل ده كده. 1 2، وبعد كده جايه لي الصدفة فيها 4 عمود امامي، هبدأ باول 2 واخليهم خلفي 1 2، وهشيل الماركر بتاعي وهعمل تزايد وبعدين سلسلة، وبعدين 2 عمود. التزايد بيبقى عبارة عن 2 عمود سلسلة وبعدين 2 عمود. هعلم الدور برضو وهكمل بقية الصدفة. كانت 2 عمود امامي انا هخليهم خلفي بالشكل ده كده، وبعدين 2 عمود خلفي هخليهم امامي بالشكل ده، وهكرر 2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده. 2 عمود خلفي هخليهم امامي، وهكذا لحد ما وصلت لاخر 5 غرز عندي وهي النص عمود. هبدأ ان انا اعمل اول واحد، تاني غرزة،
تاني غرزة عندي نص عمود، تالت غرزة هعملها في الفراغ، ورابع غرزة نص عمود، وادي خامس غرزة عندي بالشكل ده كده. تمام، بدأت تظهر معايا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. تمام، طبعا احنا لسه هنكمل عادي في بقية الادوار بالشكل ده كده. بدأت تظهر معانا. تمام، هنبدأ دلوقتي نكمل الدور الرابع، وزي ما احنا اتفقنا ان الدور الرابع مفيش فيه اي تزايد خالص، احنا بس بنعمل تكرار للادوار. الادوار اللي هي بس فيها تزايد هي الادوار الفردية، زي ما عملنا في اول دور واحنا بنبني يعني واحنا بنعمل تقسيمة الصدر. عملنا في تالت دور وفي الخامس هنعمل، وفي السابع وفي التاسع، وهكذا لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عاوزينه. تمام، هنبدأ دلوقتي مع بعض. نبدأ في الدور الرابع. هبدأ اخد سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهعمل نص عمود، والغرزة اللي بعديها برضو نص عمود، واول 5 غرز عندي نص عمود. عملت 3 4 ادي 5 بالشكل ده كده. تمام، طيب انا عندي دلوقتي الاتنين عمود اللي جايين دول عمود خلفي. تمام، شايفينهم اهو من ورا، دول عمود خلفي، فانا هسحب خيط وهدخل هخليهم عمود امامي. 1 2. تمام، 2 عمود امامي، هسحب خيط وهدخل هعملهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. تمام، 2 عمود خلفي هخليهم امامي بالشكل ده كده. طيب 2 عمود امامي هخليهم خلفي. ده كده قبل ما ندخل في الصدفة بتاعتنا. دلوقتي عندي 4 عواميد في الصدفة. طبعا دول ال4 تزايد اللي احنا عملناهم في الدور اللي تحت، الدور اللي فات. هنبدأ نعمل فيهم زي ما عملنا في الدور التاني. هنبدأ دول طبعا احنا قلنا الصدفة بتبقى زي بعضها، يعني اول عمودين زي تاني عمودين. تمام، فهبدأ ان انا لان اخر حاجة نهيت بيها كانت 2 عمود خلفي، هبدأ ان انا اعملهم امامي. ولان الدور ده دور زوجي فانا مش هشتغل في الفراغ، هشيل الماركر بتاعي واخد سلسلة عادية خالص وهشتغل في الاتنين سلسلة، الاتنين عمود اللي بعدهم هعملهم 2 عمود امامي، عشان يبقوا زي ما بدأت الصدفة ب2 امامي هنهيهم ب2 امامي. تمام، هكمل. انا عندي 2 عمود امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده. 1 2. جه بعديهم 2 عمود خلفي هخليهم امامي. بعديهم 2 عمود امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده. كمان الفيديو يكون واضح. و2 عمود خلفي هخليهم امامي بالشكل ده كده. وهكرر بنفس الطريقة لحد الماركر ورجعت لكم تاني. واخر غرزتين عندي قبل الصدفة هعمل فيهم 2 عمود امامي لان هم بالفعل عواميد خلفية. ادي 1 وادي 2. جيت لل4 عواميد بتوعي اللي هم فيهم الماركر، هبدأ ان انا دول طبعا كانوا 2 امامي، اخر حاجة انا نهيت بيها هبدأ ان انا اعمل ال4 عواميد دول وبينهم سلسلة هعملهم خلفي. ادي 1 2. هشيل الماركر بتاعي وهعمل سلسلة. تمام، عشان طبعا ده الدور اللي احنا مش بنعمل فيه تزايد. هبدأ ان انا اعمل في ال2 عمود الباقيين هعمل فيهم برضو 2 عمود خلفي عشان تبقى الصدفة عندي كاملة، او الغرزة اللي هي بتاعت الماركر زي ما بدأتها زي ما نهيتها.
وهحط الماركر بتاعي بالشكل ده كده، وهنكمل 2 عمود خلفي هخليهم امامي بالشكل ده كده، و2 عمود امامي هخليهم خلفي، و2 خلفي هخليهم امامي، وهكذا لحد الماركر بتاعي. احنا بنشتغل في كل غرزة عندي كل 2 عمود امامي بنخليهم خلفي، وكل 2 عمود خلفي بنخليهم امامي. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل الماركر بتاعي هبدأ ان انا اعملهم هما بالفعل خلفي، هخليهم امامي 1 2، والاربع عواميد بتوعي اللي فيهم الماركر هبدأ ان انا اخليهم خلفي، لاني اخر حاجة نهيت بيها هي امامي 1 2، وهبدأ ان انا اشيل الماركر واعمل سلسلة، وهدخل اعمل الاتنين الباقيين برضو هخليهم خلفي بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، وهحط الماركر بتاعي وهكمل. عندي 2 عمود خلفي هخليهم امامي بالشكل ده كده، و2 عمود امامي هخليهم خلفي، و2 خلفي هخليهم امامي، هعمل فيهم عمود 2 عمود امامي، ادي 1 ادي 2. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل الماركر وهما 2 عمود امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده، 1 2 تمام. وهبدأ ان انا طبعا اخر حاجة خليتها خلفي، فالعواميد الاربع عواميد اللي في الصدفة عندي هخليهم امامي 1 2. هبدأ اعمل سلسلة وهفك الماركر بتاعي، وهعمل برضو في بقية الاتنين عمود اللي في الصدفة هعملهم 2 امامي 1 2، واحط الماركر بتاعي برضو هعلم الدور، وهكمل. بعديها جايلي على طول 2 عمود امامي هسحب خيط وهخليهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده، 1 2. وبعديها 2 عمود خلفي هخليهم امامي، 1 2، و2 عمود امامي هخليهم خلفي بالشكل ده كده، و2 عمود خلفي هخليهم امامي. ودول اخر 2 عمود عندي قبل نص عمود، قبل ال5 غرز اللي انا بعملهم نص عمود. ادي هعمل اول غرزة نص عمود 1 2 3 4، واخر غرزة عندي نص عمود وهي رقم 5. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، وهنبدأ مع بعض الدور الخامس، وزي ما اتفقنا الدور الخامس زي الدور الثالث بالظبط هنعمل فيه تزايد. هبدأ ان انا ادخل في اول غرزة عندي واعملها نص عمود 1 2 3 4 ادي 5. ال5 غرز بتوعي بتوع النص عمود عملتهم. هبدأ دلوقتي في 2 عمود عندي في الخلف هبدأ ان انا اسحب خيط واخليهم 2 عمود بلفة بس امامي
بالشكل ده كده. 2 امامي هخليهم خلفي، 1 2 2 خلفي هخليهم امامي بالشكل ده كده. 2 امامي هخليهم خلفي، 1 2. وهنروح على طول للصدفة بتاعتنا، تمام، اللي فيها الماركر. هبدأ ان انا عندي اول 2 عمود فيها هما خلفي هعملهم امامي، 1 2. وهبدأ ان انا اشيل الماركر بتاعي وهعمل 2 عمود بلفة في الفراغ، 1 2. وبعدين سلسلة، وبعدين 2 عمود بلفة، 1 2. وبعدين هحط الماركر بتاعي بالشكل ده كده وهكمل. انا عندي دلوقتي 2 عمود خلفي هخليهم امامي بالشكل ده كده، 1 2. و2 عمود امامي هخليهم خلفي، هعمل فيهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. بعديها 2 عمود خلفي هعملهم امامي، وهكذا لحد الماركر بتاعي. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل الماركر. دلوقتي احنا الصدفة بتاعتي زي ما احنا شايفين هي فيها 4 عمود امامي. انا هبدأ في اول 2 واعملهم خلفي، 1 2. وزي ما احنا عارفين ان الدور ده هنعمل فيه تزايد. هشيل الماركر بتاعي وهعمل جوه الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2. وبعدين سلسلة، وبعدين 2 عمود بلفة بالشكل ده كده. وهحط الماركر بتاعي وهنكمل. انا عندي 2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده، تمام. و2 خلفي اخليهم امامي، وهكذا لحد الماركر بتاعي. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل الماركر وهما عمود امامي. هبدأ ان انا اعملهم 2 عمود خلفي، ادي 1 ادي 2. وفي الفراغ بتاعي هشيل الماركر، وفي الفراغ بتاعي هشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. وبعدين سلسلة، وبعدين 2 عمود بلفة كمان، 1 2. وهبدأ ان انا اعلم بالماركر بتاعي. العمودين اللي جايين دول عمود امامي، هبدأ ان انا اعملهم 2 عمود خلفي، 1 2 بالشكل ده كده. اللي بعديهم 2 خلفي هخليهم امامي، وهكذا لحد الماركر الجاي بتاعي. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي هما الصدفة دي فيها 4 مويد خلفي، تمام. هبدأ ان انا اخد اول عمودين فيها واعملهم امامي، 1 2. وبعدين هشيل الماركر بتاعي وهعمل جوه الفراغ 2 عمود، هعمل تزايد 2 وسلسلة و2 عمود بلفة، 1 2. وهعلم الدور بتاعي بالشكل ده كده. وبعديها هعمل 2. انا عندي 2 عمود خلفي هعملهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده. وهكمل ال2 عمود امامي اللي بعديهم هعمل فيهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. وال2 عمود خلفي هعملهم امامي بالشكل ده كده. وال2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده.
واخر 2 عمود عندي قبل ال5 غرز بتوع النص عمود هعملهم امامي لان هما خلفي. 1 2 بالشكل ده كده. وهنبدأ مع بعض نعمل ال5 غرز نص عمود. 1 2 3 4 و5. وهنبدأ مع بعض ناخد سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا وهنبدأ في الدور السادس. الدور السادس ده من الأدوار الزوجية اللي احنا مش بنعمل فيها أي تزايد خالص. تمام. هنبدأ مع بعض نعمل 2 نص عمود بس عشان هنعمل مع بعض الفتحة التانية للزرار بالشكل ده كده. 2 هعمل سلسلة، هسيب مكانها سلسلة تحت وهدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وهعمل نص عمود وبعدين اخر غرزة عندي هعمل فيها نص عمود بالشكل ده كده. جاي عندي 2 عمود خلفي، هسحب خيط وهعمل فيهم 2 عمود امامي. ادي اول عمود وادي تاني عمود. تمام. 2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده. 1 2 2 عمود خلفي هعملهم امامي. 1 2 و2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده. وخلاص قربت اوصل للماركر بتاعي. 2 عمود خلفي هعملهم امامي بالشكل ده كده. تمام. في الماركر بتاعنا هنا عندنا الاربع عواميد. انا اخر حاجة عملتها هي 2 عمود امامي. هبدأ ان انا اول عمودين في الصدفة هعملهم 2 عمود خلفي وبعد كده سلسلة وبعد كده هشيل الماركر بتاعي وهعمل في اخر عمودين عندي في الصدفة برضو 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. وهنكرر زي ما عملنا بالظبط في الدور الرابع بنعمل في الدور السادس، هو تكرار. تمام. خلاص علمت الماركر بتاعي. انا عندي 2 عمود خلفي، هسحب خيط وهعمل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده. و2 عمود امامي هعمل فيهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده لحد الماركر اللي جاي. ورجعت لكم تاني واخر غرزتين عندي قبل الماركر هبدأ ان انا اعملهم. انا عندي 2 عمود امامي، ابدأ ان انا اعملهم خلفي بالشكل ده كده. اخر حاجة نهيت بيها هي خلفي، فالاربع عواميد بتوعي اللي فيهم الماركر هبدأ ان انا اعملهم امامي. 1 2 وبعدين هشيل الماركر بتاعي وهاخد سلسلة وبعدين هعمل برضو في ال2 عمود بتوعي 2 عمود. 1 2. انا بحاول اشرح ببطء، انا عارفة ان الفيديو هيبقى طويل شوية بس والله انا حابة بس ان انتوا تبقوا فاهمين الخطوات بنمشيها ازاي. تمام. خلاص خلصت ال2 عمود الامامي بتوعي. هبدأ ان انا جاي بعديهم على طول 2 عمود امامي هبدأ ان انا اعملهم خلفي بالشكل ده كده. 1 2 و2 عمود خلفي هعملهم امامي بالظبط. هنكمل تكرار زي ما احنا عملنا في الادوار اللي فاتت لحد الماركر بتاعي. تمام. فوق كل 2 عمود خلفي 2 عمود امامي وفوق كل 2 عمود امامي 2 عمود خلفي. ورجعت لكم تاني واخر غرزتين عندي قبل ما نروح للاربع عواميد. تمام. اللي هما فيهم الماركر هبدأ ان انا اعملهم هما 2 عمود امامي هبدأ ان انا اعملهم خلفي بالشكل ده كده. 1 2 وبعديها اروح للاربع عواميد بتوعي هبدأ ان انا اعمل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده لان انا اخر حاجة نهيت بيها هي 2 عمود خلفي. هبدأ ان انا اخد سلسلة وبعدين هشيل الماركر بتاعي وهروح اعمل 2 عمود امامي برضو فيها بالشكل ده كده. 1 2 واحط الماركر بتاعي وهكمل برضو. هشوف الغرزة اللي بعديها
فيها 2 امامي، يبقى انا هعملهم خلفي بالشكل ده كده، 1 2، واللي بعديها 2 خلفي هعملهم امامي، وهكذا لحد الماركر بتاعي. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل ال4 مويد اللي فيهم الماركر بتاعي هما دلوقتي خلفي، انا هعمل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا اعمل ال4 مويد بتوعي اللي فيهم الماركر، هبدأ ان انا اعملهم خلفي، لان انا اخر حاجة نهيت بيها هي 2 عمود امامي بالشكل ده كده. ادي 1 ادي 2، وهشيل الماركر بتاعي وهعمل سلسلة، وهبدأ ان انا اعمل 2 عمود خلفي برضو بالشكل ده كده، 1 2، وهحط الماركر بتاعي وهكمل. انا اخر حاجة نهيتها كانت 2 عمود خلفي، يبقى اللي بعدهم دول هما خلفي بالفعل، هبدأ ان انا اعمل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده، و2 عمود امامي هعملهم خلفي، تمام بالشكل ده كده، و2 عمود خلفي هعملهم امامي، و2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده كده. واخر غرزتين عندي في الدور قبل ال5 غرز النص عمود هعملهم 2 عمود امامي، لان هما بالفعل 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا اعمل ال5 غرز بتوعي النص عمود، 1 2 3 4، وادي اخر غرزة وهي خامس غرزة. وبكده نكون خلصنا الدور السادس، وبقت معانا بالشكل ده كده. احنا هنكمل مع بعض بقية الادوار، انا هكمل مع بعض كام دور بنفس الطريقة اللي احنا ارتفعنا بيها، بنفس التزايد بالظبط. احنا بنشتغل تزايد في الادوار الفردية بس، مش بنشتغل في الادوار الزوجية. الادوار الزوجية هي بس تكرار، او يعني بنكمل بقية الادوار، لكن الادوار الفردية بس هي اللي احنا بنعمل فيها تزايد. يعني احنا عملنا تزايد في الدور الاولاني، الدور اللي كنا بنأسس فيه يعني العدد بتاعنا والتقسيمة الصدر بتاعتنا، عملنا تزايد في الدور الأولاني، وعملنا تزايد في الدور الثالث وفي الدور الخامس. لو هتكملوا بالشكل ده لحد مثلا الدور ال13 أو ال15، يبقى هتعملوا تزايد في الدور السابع التاسع ال11 ال13 وهكذا لحد ما توصلوا للمقاس المناسب ليكم. انا هكمل كام دور وهرجع لكم. وما ننساش نعمل فتحة الزراير، احنا بنعمل كل يعني بين الفتحة والفتحة بتاعت الزراير بنعمل بنسيب 3 ادوار. يعني انا عملت مثلا هنا في الدور التاني سبت 3 ادوار، وعملت الفتحة في الدور السادس بداية الدور السادس هنسيب برضو 3 ادوار. وهنعمل لو انتوا هتكملوا بنفس الشكل هنعمل برضو 3 ادوار، وهنعمل فتحة الزراير بنفس الشكل كده. تمام، انا هكمل بقية الادوار وهرجع لكم بنفس الطريقة من غير اي تزايد ومن غير اي تناقض. هنحافظ على الغرز بتاعتنا. فوق كل عمود فوق كل 2 عمود امامي هنعمل فوقيهم 2 عمود خلفي، وفوق كل 2 عمود خلفي هنعمل فيهم 2 عمود امامي. ورجعت لكم تاني بعد ما ارتفعت بالادوار زي ما احنا اتفقنا. ارتفعت ب13 دور، احنا كنا عملنا مع بعض 6 ادوار، انا ارتفعت بعديهم ب13 دور. عملت 4 اماكن للزراير، لو انت حابه ان انت تخليهم 3 بس هتبعدي المسافه بين كل فتحه زرار وزرار. يعني انا عملت المسافه بين كل زرار وزرار هي 3 ادوار، انت ممكن تعملي 4 ادوار او 5 ادوار لو انت حابه يكون الزراير مثلا 3 زراير او 2 او اقل من كده. تمام، بالشكل ده كده طلع معايا الصدر. هنبدأ ان احنا دلوقتي نتنيه على بعض كده. تمام، وهنبدأ نقيس. انا توقفت لحد الادوار دي لان هو ده المقاس المناسب للطفل اللي انا بعمل له البلوفر. زي ما احنا اتفقنا ان الطفل ده عنده 5 سنين ونص او 6 سنين، فمحيط الصدر بتاعه عندي طلع 60 سنتي، فنص ال60 هو 30 سنتي، فلازم الجزء اللي انا عاملاه ده
هيطلع 30 سنتي. لو احنا جينا نقيس بالشكل ده كده هيطلع عندي 30 سنتي، عشان كده انا توقفت لحد الادوار دي، ما ارتفعتش بالادوار ازيد من كده. انت تقدري برضو، انا هحط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف مقاسات لمحيط الصدر، مقاسات ستاندر، هتقدري برضو ان انت تعملي عليها. لا، او لو انت عندك مثلا بلوفر تاني او اي قطعة ملابس تانية، تقدري برضو ان انت تقيسي عليها الصدر بتاعنا بالشكل ده كده. تمام. هنبدأ نقفل مع بعض الصدر. طبعا زي ما احنا عارفين ان البلوفر ده الولد، فالزراير هتبقى ناحية الشمال، فهنقفل الجزئين دول مع بعض. تمام. اول حاجة احنا كنا عملنا 5 سلاسل، 5 غرز نص عمود في اول الدور، و5 غرز نص عمود في نهاية الدور، عشان ده الجزء اللي انا هعمل فيه الزراير. انا هبدأ ان انا هقفل الجزء ده بالجزء ده، هقفل فيه 4 غرز بس زي ما احنا شايفين كده. هعد من الناحية دي 1 2 3 4. تمام. وادخل الابرة بتاعتي في رابع غرزة، وهسحب الخيط اللي انا كنت ناهية بيه في الدور بالشكل ده كده. تمام. وهبدأ هرتفع سلسلة. تمام. وهبدأ ان انا ادخل في اول غرزة عندي، اول غرزة والغرزة المقابلة ليها كمان. تمام. وهعمل فيهم عمود بالشكل ده كده، 1 2. وهبدأ ادخل برضو في تاني غرزة عندي والغرزة المقابلة ليها، وهعمل فيها عمود، وهكرر في الغرزة الرقم 3 هدخل في دي، وهدخل في دي برضو هعمل فيها عمود. الغرزة رقم 4 زي ما احنا شايفين كده هدخل فيها وهجيب الجزء التاني، غرزة رقم 4 وهعمل عمود بالشكل ده كده. انا عملت اشتغلت في الاربع غرز. طبعا هنا باقي عندي غرزة هعمل فيها عمود لما اجي انهي الدور، وهنا باقي عندي من الخمس غرز غرزة برضو هعملها عمود بالشكل ده كده. تمام. وهبدأ هشتغل عادي خالص. انا عندي 2 عمود خلفي هعملهم امامي، هشتغل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده، و2 عمود امامي هعملهم خلفي بالشكل ده، و2 خلفي هعملهم امامي، وهكذا لحد ما اوصل للماركر بتاعي. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي، اخر 2 عمود عندي قبل الماركر، قبل الفراغ اللي انا هوصل بيه الجزء ده بالجزء ده. تمام. انا اخر غرزتين عندي انا عملتهم قبل الماركر، هما كانوا 2 عمود امامي فانا عملتهم خلفي، فبالتالي ال2 عمود دول هيبقوا امامي بالشكل ده كده. دي 1 2. وفي الماركر بتاعنا هنعمل 2 عمود، 1 2، وبعدين هرتفع بسلسلة، وبعدين هنروح على الفراغ التاني المقابل ليه عشان نقفل الجزء ده اللي هو فتحة الدراع. تمام. بالشكل ده كده هروح على الجزء التاني وهشتغل في الجزء ده، يعني انا هجيب الناحية دي كده وهشتغل فيها من هنا، انا مش هشتغل فيها من هنا كده، لا هشتغل فيها من هنا. تمام. يبقى انا هجيبها كده معايا وهشتغل برضو فيها 2 عمود، 1 2 كده. اشتغلت في الفراغ 2 عمود، 2 عمود هنا وسلسلة، وبعدين 2 عمود في الفراغ المقابل ليه. تمام. بعد كده جايلي 2 عمود، طبعا دول ولا امامي ولا خلفي، جاي بعديهم 2 عمود خلفي، فانا دول هعملهم خلفي عشان هعمل اللي بعدهم امامي. دي 1 2، اللي بعدهم 2 عمود خلفي فهعملهم امامي بالشكل ده كده، واللي بعدهم 2 امامي فهعملهم خلفي. اتمنى الفيديو يكون واضح. واللي بعدهم 2 خلفي فهعملهم امامي، وهكذا لحد برضو اما نوصل للماركر بتاعنا.
وصلت معاكم دلوقتي لاخر 2 عمود عندي قبل الفراغ. تمام، هبدأ ان انا اعملهم. انا اخر 2 عمود اشتغلت فيهم كانوا 2 عمود امامي، فالعمودين دول هدخل اشتغل فيهم 2 عمود خلفي. ادي 1 ادي 2. وفي الفراغ ده هبدأ ان انا اشتغل 2 عمود، 1 2. تمام، وبعدين هعمل سلسلة وهروح على الفراغ التاني. تمام، عشان اقفل الجزئين دول ببعض وهبدأ اشتغل فيه. وزي ما اتفقنا مش هنشتغل من هنا، مش هندخل الابرة بتاعتنا من الجزء ده كده، لا، هندخل الابرة بتاعتنا من الناحية دي كده، وهنشتغل فيها 2 عمود برضو. ادي 1 ادي 2. تمام، وهبدأ بعديها اشوف انا عندي 2 عمود ولا امامي ولا خلفي، وجاي بعديهم 2 عمود امامي، فهبدأ ان انا اعمل ال2 عمود دول امامي، لان اللي بعديهم هعملهم 2 عمود خلفي. دي 2 عمود امامي، الاتنين الامامي اللي جايين وراهم هعملهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. 1 2. وال2 عمود خلفي هعملهم 2 عمود امامي. اتنين عمود امامي هعملهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. 2 عمود خلفي هعملهم 2 عمود امامي. 2 امامي هعملهم 2 عمود خلفي، وهكذا لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي قبل العمود اللي انا هعمله. تمام، اخر غرزتين عندي دول هما 2 عمود خلفي، فانا هبدأ ان انا ادخل واعمل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده. تاني عمود، خلاص عملت ال2 عمود امامي. هيتبقى عندي الغرزة اللي هي بقية ال5 غرز اللي انا كنت اشتغلتهم في اخر الدور، وفي اول الدور اشتغلت فيهم نص عمود. هيتبقى عندي الغرزة دي هعمل فيها عمود بلفة عادي خالص، وهبدأ ان انا اقفل الدور بتاعي في اول غرزة عندي، اول غرزة عمود. تمام، هقفل بيه منزلقة، هرتفع سلسلة وهقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده. وبقى معايا الصدر بالشكل ده بعد ما خلاص قفلت الفتحة بتاعه الدراعات وقفلت المكان اللي هو بتاع الزراير. بقى معايا بالشكل ده كده. هبدأ ان انا ادخل اللون الجديد بتاعنا، وركزوا معايا في النقطة دي عشان دي هي الطريقة اللي احنا هندخل بيها اي لون. يعني احنا لو انت عايزة تعملي اكتر من لون، احنا هنعمل البلوفر ده ب3 الوان بس. لو انت حابة تعملي 4 الوان 5 الوان في البلوفر مفيش اي مشكلة، تقدري تدخلي الالوان دي. هي دي الطريقة اللي احنا هندخل بيها كل لون في اي دور. تمام، هنركز مع بعض. زي ما احنا شايفين كده، انا عندي 2 عمود امامي مثلا و2 عمود خلفي. احنا لما نيجي نوصل اللون هنوصله في الجزء ده كده بعد ال2 عمود خلفي. تمام، في اللي هي تعتبر تحت الحلقتين، هنوصله تحت الحلقتين بالشكل ده كده. تمام، الفيديو يكون واضح. انا عندي 2 عمود خلفي، ودي الغرزة اللي بعديهم على طول تحت الحلقتين، هي دي اللي انا هوصل فيها الخيط بتاعي. تمام، تقدري توصلي طبعا في اي مكان، انا هوصله في النص كده. نجيب اللون الجديد ونعمل فيه عقدة. تمام، وهندخل زي ما انا قلت لكم، هندخل الابرة بتاعتنا مثلا هنا او هنا. بعد اي 2 عمود خلفي هندخل الغرزة على طول. بعد 2 عمود خلفي هندخل في الفتحة دي على طول، هنسحب خيط. تمام، بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا ارتفع 2 سلسلة، 1 2. تمام، طبعا انا عندي بعد ما ارتفعت سلسلة عندي 2 عمود امامي اللي جايين بعديها على طول، فدول هعملهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. دي 1 ادي 2
بالشكل ده كده. طيب انا عندي 2 عمود خلفي، بعديها هعملهم 2 عمود امامي. 2 عمود امامي هعملهم 2 عمود خلفي. تمام، 2 عمود خلفي هعملهم 2 امامي بالشكل ده كده، و2 عمود امامي هعمل فيهم 2 عمود خلفي. وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما نوصل للمكان ده. ورجعت لكم تاني، واخر 2 عمود عندي قبل ال2 عمود اللي انا اشتغلتهم في الفراغ هبدأ ان انا اعملهم. هم عندي 2 عمود خلفي، فانا هعملهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده. اصبح العمودين اللي هيجوا بعديهم على طول هنعملهم خلفي، اللي هم كانوا في الفراغ، نشتغل فيهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. وبعديها على طول هروح لل2 عمود اللي انا اشتغلتهم في الصدفة التانية او في الفراغ التاني، وهبدأ ان انا اعمل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده. و2 عمود امامي جايين بعديهم، فانا هشتغل فيهم 2 عمود خلفي، 1 2 و2 عمود خلفي، فانا هشتغل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده. تمام، وهنكمل بنفس الطريقة، 2 عمود امامي فوقيهم 2 عمود خلفي، و2 عمود خلفي فوقيهم 2 عمود امامي، لحد ما نوصل للجزء ده اللي هو بتاع الزراير. وصلت معاكم لاخر غرزتين عندي قبل العواميد اللي انا اشتغلتها في الدور اللي فات، اللي هم كانوا فوق ال5 غرز بتوعي بتوع النص عمود. هبدأ ان انا اشتغلهم. ادي كانوا 2 عمود امامي، عملتهم 2 عمود خلفي. ودلوقتي هنبدأ في اول عمود عندي في الغرز بتاعة النص عمود، هبدأ ان انا اعمله امامي، لان اخر حاجة انتهيت بيها كانت 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. وهدخل في العمود التاني وهعمله امامي برضو. نلاحظ ان كان فيه هنا ارتفاع سلسلة مش هناخده معانا. تمام، بالشكل ده كده. بعديها هعمل 2 عمود خلفي، وبعديها 2 عمود امامي. وبكده يبقى اشتغلنا في ال6 غرز. الغرزة اللي كانت هنا النص عمود اللي انا اشتغلت فوقيها عمود في نهاية الدور، وال4 غرز اللي انا اشتغلت فيهم وانا بوصل الجزئين ببعض، والغرزة الستة اللي انا اشتغلت فيها في الناحية دي اللي هي كانت عمود برضو. هكمل عادي خالص لحد الماركر بتاعي او لحد المكان ده. فوق 2 عمود امامي هشتغل 2 عمود خلفي، وفوق 2 عمود خلفي هشتغل 2 عمود امامي بالشكل اللي احنا متعودين بيه في بقية الادوار. ووصلت معاكم لاخر غرزتين عندي قبل ال2 عمود اللي انا اشتغلتهم في الفراغ، هبدأ ان انا اعملهم. اخر حاجة انتهيت بيها كانت 2 عمود امامي، فالعمودين دول هعملهم 2 عمود خلفي، وال2 عمود دول انا اشتغلتهم في الفراغ هشتغلهم امامي. وهتجاهل السلسلة بتاعتي وهروح على ال2 عمود اللي بعدهم على طول اللي في الفراغ التاني، وهشتغل فيهم 2 عمود خلفي بالشكل ده كده. تمام، وهشتغل في ال2 عمود امامي، في ال2 عمود خلفي هشتغل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده. و2 عمود امامي هشتغل فيهم خلفي، وهكذا لحد نهاية الدور.
ورجعت لكم تاني، واخر غرزتين عندي في الدور هبدأ ان انا اعملهم. اخر حاجة انا نهيت بيها كانت 2 عمود خلفي، ودول 2 عمود خلفي، فانا هعمل فيهم 2 عمود امامي. ادي 1 ادي 2 بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا اقفل بمنزلقة في اول غرزة عندي، اول عمود في الدور، تمام. وهبدأ ان انا ارتفع ب2 سلسلة، وهكمل عادي خالص في بقية الادوار. بس هنخلي بالنا واحنا بناخد اول عمود معانا ناخد معاه الارتفاع بتاع ال2 سلسلة. طيب انا الدور ده جاي عندي العمودين دول هما 2 عمود خلفي، فانا اعملهم امامي بالشكل ده كده. خدت معايا ال2 سلسلة وهكمل عادي خالص. خدت معايا ال2 سلسلة مع اول عمود، تمام بالشكل ده كده. عندي 2 عمود امامي هعملهم خلفي، 2 عمود خلفي هعملهم امامي، وهكذا بنفس الشكل هنكمل. مفيش اي اختلاف خالص. فوق كل 2 عمود امامي 2 عمود خلفي، وفوق كل 2 عمود خلفي 2 عمود امامي بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هنفضل نكمل لحد نهاية الدور. وصلت معاكم لاخر غرزتين عندي في الدور. انا اخر 2 عملتهم هما كانوا 2 خلفي، عملت فيهم 2 عمود امامي، فالدور ده على 2 عمود امامي فهعملهم 2 عمود خلفي. ادي 1 ادي 2، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة عندي في الدور، اول عمود عندي في الدور بالشكل ده كده، وهرتفع ب2 سلسلة، وهكرر نفس اللي انا عملته في بقية الادوار عادي خالص. انا عندي 2 عمود امامي فهعمل فيهم 2 عمود خلفي. بس ما ننساش ان احنا هناخد معانا ارتفاع السلسلتين. ادي خدت ارتفاع السلسلتين وعملت اول عمود خلفي عندي، ادي تاني عمود خلفي بالشكل ده كده، و2 عمود امامي هعمل فيهم هما 2 عمود خلفي هعمل فيهم 2 عمود امامي بالشكل ده كده، و2 امامي هعمل فيهم 2 خلفي بالشكل ده كده، و2 خلفي هعمل فيهم 2 عمود امامي. ادي 1 ادي 2 بالشكل ده كده. وبالشكل ده كده هنكمل لحد اما نرتفع للادوار المناسبة لينا، الادوار اللي هي مناسبة للمقاس اللي احنا بنعمله، تمام. انا هرتفع بالادوار وهدخل كمان اللون الزهري هشتغل بيه لحد الطول المناسب ليا. برضو زي ما احنا اتفقنا انا هسيب لكم في صندوق الوصف المقاسات اللي احنا اخدناها، سواء كانت محيط الرأس، سواء كانت محيط الصدر اللي احنا اخدناه، سواء كانت طول البلوفر للاطفال بالعمر بتاعهم، هسيب لكم ده في صندوق الوصف ان شاء الله. انا هرتفع بالادوار دي تمام لحد المقاس اللي انا عاوزاه وهرجع لكم. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو الاولاني من البلوفر. ان شاء الله هنزل بقية الاجزاء على القناة. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب وكمان لايك للفيديو، وتسيبولي تحت الفيديو اقتراحاتكم واستفساراتكم وهرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.